مرحبا بكم جميعا. اسمي آدم وهذا أول فيديو في كورس تعلم بايثون على قناة تعلم البرمجة بالعربية. إذا كنت هنا فمن المحتمل أنك لديك فكرة مسبقة عن البرمجة، وهذا رائع لأنك في المكان المناسب لتطوير مهاراتك. لكن إذا كنت جديدا تماما على عالم البرمجة ولا تعرف من أين تبدأ، لا تقلق، هناك العديد من القنوات على اليوتيوب التي ستشرح لك أساسيات البرمجة يمكنك الاطلاع عليها قبل العودة إلى هذا الكورس. في هذا الفيديو سنبدأ رحلتنا من الصفر. سنشرح كيفية تحميل إديتور تكست الذي سنستخدمه في هذا الكورس، وهو فيجوال ستوديو كود. سنتعلم أيضا كيفية تحميل وتثبيت لغة بايثون على جهازك، بالإضافة إلى طريقة تثبيت الإضافات الإكستنشن الضرورية لتجربة برمجة سلسة ومريحة. هدفنا أن نبسط لك العملية ونساعدك على البدء بأفضل طريقة ممكنة. وهيا بنا. أول شيء سنبدأ بتنزيل بايثون. أولا نذهب إلى جوجل كروم، ثم نكتب في محرك البحث تيليشارجي بايثون. ثم بعد ذلك ندخل إلى أول صفحة داونلود بايثون، ثم نذهب إلى الأسفل، ثم نضغط على داونلود ونختار آخر إصدار على حسب جهازك. ثم في هذه الصفحة ننزل إلى الأسفل، ثم نختار نسخة الويندوز 64 بت. ثم بعد ذلك نذهب إلى الداونلود، ثم ننتظر إلى أن يتم تنزيل، ثم نذهب إلى الملفات نجدها في الانستال، ثم نضغط عليها مرتين، ثم تفتح لنا على هذا الشكل ونضغط على انستال، ثم ننتظر إلى أن يتم التثبيت. أنا كانت لدي من قبل والآن سأقوم بإغلاق هذه الصفحة. ثم بعد ذلك نعود إلى جوجل كروم مرة أخرى، والآن سنقوم بتحميل إديتور تكست فيجوال ستوديو كود. سنكتب في محرك البحث تيليشارجي فيجوال ستوديو كود، ثم نذهب إلى أول صفحة فيجوال ستوديو كود. ثم بعد دخولنا إلى هذه الصفحة ننتظر إلى أن يبدأ التحميل. ثم بعد ذلك نذهب إلى انستال مرة أخرى للتنزيلات، نذهب إلى هنا، ثم ننتظر إلى أن يتم التنزيل. أنا كانت لدي من قبل والآن سنذهب إلى الملفات، ثم سنضغط عليها مرتين، نجدها هنا في التنزيلات في انستال، يقول لي أنه كانت لديك من قبل. والآن ندخل إلى فيجوال ستوديو كود، نضغط عليه مرتين، يفتح لنا الصفحة على هذا الشكل. ثم بعد دخولنا إلى فيجوال ستوديو كود أولا يعطينا هذه الصفحة، سوف نزيل هذه الصفحة، ثم سنضغط على هذا اللوجو في أعلى الشاشة، ثم ستظهر لنا هذه الصفحة، سنضغط على Open Folder، ثم بعد ذلك سيعطينا هذه الصفحة. سنذهب إلى نيو، سنختار فولدر نيو فولدر، ثم بعد ذلك سنعطيه اسم، سنعطيه مثلا كود بيثون أو كود PY، ثم سنضغط على موافق، ثم سيفتح لنا ملف جديد. بعد ذلك سنضغط على نيو فايل، تظهر لنا على هذا الشكل أمامكم. سنقوم بإعطائه اسم مثلا كود واحد. بعد ذلك من الضروري أن نضع هذه الخطوة. هذه الخطوة تعتبر من أهم الخطوات، وهي نقطة ثم PY، يعني ملف بايثون PY، ضرورية جدا. وقبل أن نقوم بكتابة أي كود، أولا يجب علينا تسطيب الاكستنشنز. وما هي الاكستنشنز؟ الاكستنشنز هي بعض الإضافات. نذهب إلى هنا، إلى هذا اللوجو في أسفل اليسار، ثم سنكتب بيثون في هذا البحث، ثم بعد ذلك سنذهب إلى بيثون هذه الثالثة، ثم سنضغط على انستال. قد أنزلتها من قبل، ولكن بالنسبة لكم ستقوم بتنزيلها فقط، ثم ستعود إلى الصفحة السابقة. ثم أي كود كتبته كيفما كان، أي أمر سوف يقوم بتنفيذه، وسوف يعطيك ذلك فيما يسمى بالتيرمينال. سنكتب مثلا print hello بين شرطتين، ثم تضغط على المثلث في أعلى اليمين. إذا كان لا يعطيك ذلك في التيرمينال هنا في الأسفل، فستضغط على السهم الذي يشير إلى الأسفل، ثم ستختار run code python، ثم سيعطيك ذلك في التيرمينال. وفي الحلقة القادمة سنقوم بشرح الأوامر بكل تفصيل. في الحصة القادمة إن شاء الله سنشرح كل ما يتعلق بالأوامر الطباعة وأوامر الإدخال وإلى غيرها، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.